احنا في مدى السعاده الواحد فيها النهارده انا بتهيألي يعني انا بعتبر البدايه النهارده مش امبارح عشان شويه المشاكل اللي حصلت. ولكن ثقتكم في جماهير بورسعيد هي اللي خلتكم تتسقوا ان انتوا تقيموا التمرين ومفيش الغاء، وبالفعل تم كمان مرانهم بالامس كملتوه. احنا ربنا سبحانه وتعالى اعلم احنا تعبنا الفتره اللي فاتت دي قوي، مجلس ولاعيبه وبصراحه يعني الناس مفيش حد دخل على اي حد في النادي المصري. حق الناس وحق جمهور بورسعيد ان هو يجي يتفرج على فرقته النهارده ويشوف فرقته استعدادا ان شاء الله للموسم القادم. طب عرفنا نبذه مختصره كده عن ما عانيتوه خلال الايام الماضيه علشان جماهير بورسعيد اللي مش عارفه انتوا عملتوا ايه الايام الماضيه دي يعرفوا. والله انا اقول لك على حاجه، احنا طبعا كان انت عارف فكره المشاركه وعدم المشاركه كانت عامله لبس شويه عند الناس، وطبعا يعني انا طبعا بشكر السيد اللواء محافظ بورسعيد عشان هو اللي تمسك بموضوع اللعب، هو والقيادات السياسيه، هو القيادات التنفيذيه في بورسعيد، وطبعا السيد الحاكم العسكري. الناس دي ساعدونا بصراحه ان احنا يعني وشجعونا ان احنا نتمسك السنه دي ونلعب ان شاء الله ونجهز الفرقه. ما يعني احنا بقالنا النهارده 10 ايام او اكثر من 10 ايام يوميا اجتماعات مجلس اداره عشان نجمع اللعيبه. طبعا حضرتك عارف عود اللعيبه القديمه، تخفيض العقود، اللعيبه الجديده بالفعل مدد عقود النادي المصري. كان يعني بصراحه كان جو فيه تعب شويه، بس الحمد لله رب العالمين. انت فاهم اعداء النجاح كتير، يعني مش بورسعيد يعني في بعض الجبهات في بورسعيد كانت شن علينا حرب كبيره جدا الفتره اللي فاتت دي، بس الحمد لله احنا شغالين وملناش مصالح. احنا مصلحتنا الحاجه الوحيده اللي احنا بنسعى عليها هي مصلحه النادي المصري وعوده النادي المصري ان شاء الله من جديد. شيء متوقع من جماهير بورسعيد الواعيه، واعتقد ان كل يوم هيبقى احسن من الاول. احنا ان شاء الله سابلنا بقى لعوده النادي المصري وعوده تشجيع المساعد، وده اللي احنا بنرجوه من الجماهير المتحضره، فربنا حاسين ان الحياه بقى لونها اخضر في بورسعيد. هو ده هي اصلا الناس هنا زي ما قلنا قبل كده بالنسبه لهم اعتقد ان جماهير بورسعيد دمها اكتر. اتمنى بقى ان شاء الله المفروض ترجع وتعدي المرحله دي وده عن قريب ان شاء الله. المحافظ برضه الراجل كان متبني المشروع، جمع مجموعه من رجال الاعمال النقاء وعرض عليهم الموضوع وتفهموا الموقف كلهم اتبرعوا. ده عشان ابناء بورسعيد الشرفاء كلهم يحطوا ايدين بعض عشان النهارده كان في بالفعل عقدنا على عيد ماشي من النادي الشرقيه، هو مساك جامعه الظروف عنده 26 سنه، عنده عقدنا معاه 5 سنين والحمد لله لعب كويس. احنا ماشيين يعني اتجاهنا برضه يكون العناصر الشابه دي على اساس في النهايه ان شاء الله، وفي مفاوضات بنبحث عن مهاجم افريقي برضه مستوى مميز ويكون برضه السن يعني احنا بندور على الاخبار دي ان شاء الله. برضه موضوع المعسكر ده لسه نحط الخطه مع الكابتن برضه وربنا يوفق ان شاء الله. اصلا بالامس ما حصلش يعني حاجه، كانت مناوشات عاديه جدا وكان شيء متوقع، وكان في ناس ليها حق فعلا واهالي المظلومين ويدوروا على حق اولادهم، واحنا كلنا من اساس قضيتنا الاساسيه هي اهالي المظلومين، والحمد لله اتحلت المشكله وبجهود رجاله بورسعيد الشرفاء الناس المحترمين. رجال الاعمال بورسعيد كلهم حلوا المشكله مع السيد المحافظ، والحمد لله الامور استقرت تماما. والوقت الحمد لله التمرين بيتعمل بيسر وسهوله جدا جدا، والمنظر مفرح ومبهج جدا لينا جميعا. انا عن نفسي يعني طاير من الفرح ان انا بشوف النجيل الاسطول الاخضر تاني وعليه لاعيبه النادي المصري. بصراحه دي بالنسبه لي يعني حاجه جميله جدا جدا، وكل واحد يعشق النادي المصري ويعشق بورسعيد، والحمد لله على كل شيء. يعني اعتقد ان الوضع ده هيخلي الامور تستقر مش في النادي المصري فقط لكن في بورسعيد كلها. انا ما لسه بكلم يعني دلوقتي واحد من المختصين في الامن بقول له شايف الجمهور لما يقعد جنب بعض كله ويتكلم في الكوره ويتكلم في حب النادي ويتكلموا
خطوه اولى لتحقيق الامن والامان في مصر كلها. بترسموا البسمه على شفاه كل البورسعيديه؟ الحمد لله على كل شيء، الحمد لله على كل شيء. احنا رسمنا البسمه على في قلبنا احنا وعلى وجوهنا احنا الاول قبل اي واحد بورسعيدي، لان احنا كلنا بنعشق النادي المصري، والحمد لله اللي ربنا جعلنا السبب في اننا يعني ان شاء الله يرجع النادي المصري تاني بعد طول غياب باذن الله.